تخيل معايا تصدم في هذا الموقف الصعيب. الوالد ديالك او الوالده ديالك توفاو، الله يرحمهم ويوسع عليهم في ديك الضيقه، ويلا ساليتوا ايام العزاء والحزن باقي شاد في قلوبكم مزيان، وفجاه كيدق عليكم شي حد براني او ربما شي ممثل ديال شي جمعيه معينه وكيقول لكم بكل ثقه وبلا حشمه: هاد الدار اللي راكم جالسين فيها ولات ديالي. الوالد ديالكم رحمه الله خلى ليا وصيه بكل ما يملك. تخيلتوا معايا هاد الصدمه الكبيره. الابناء اللي كانوا كيعتقدوا انهم ورثوا دار العائله، الدار اللي كبروا فيها وعندهم فيها ذكريات طفولتهم، كيلقاو راسهم فجأة مهددين باش يتشردوا ويبقاو بلا سقف يغطيهم. واش هذا التصرف فعلا قانوني في المغرب؟ واش من حق الميت انه يوصي بكل الاملاك ديالو ويخلي ولادو للزنقه والضياع؟ في هذا الفيديو غادي نشرح لك بكل بساطه وتفصيل اشنو كيقول القانون المغربي، وغادي نعطيك الحل القانوني والمساطر اللي خصك تتبع باش تحمي حقك وحق عائلتك من هذه المشاكل. وقبل ما نغوصوا في التفاصيل ديال هذا الموضوع الحساس، كنبغي نطلب من كل واحد فيكم كيشوف هذا المقطع يدير اشتراك في هذه القناه ويخلي لنا اعجاب. واي واحد عنده شي سؤال او استفسار على اي مشكل عقاري كيف ما بغى يكون يخليه ليا في التعليقات لتحت، حيت كما عودتكم دائما كناخذ اسئلتكم بعين الاعتبار وكنجاوب عليها بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نستمروا في تبسيط هذه القوانين اللي كتبان معقده لكل مواطن مغربي بسيط باغي يفهم مالو وما عليه. دابا اجيو نفهموا هذا المشكل دقه دقه وبلا زربه باش كل شيء يستوعب. القانون المغربي وتحديدا مدونة الأسرة كان واضح جدا وحاسم وصارم في هذه النطقة. الهدف الأساسي ديال المشرع والقانون هو يحمي الأسرة المغربية من التشتت ومن الضياع المادي من بعد وفاة الموعيل ديالها. كاين واحد القاعدة ذهبية في الفقه الإسلامي والقانون المغربي كتقول بكل وضوح: لا وصية لوارث. اشنو كتعني هذه الهضره بالدارجه ديالنا؟ كتعني ببساطه انه ممنوع منعا كليا على الاب او الام يكتبوا وصيه يعطيو فيها الدار كلها او يعطيو نصيب كبر لشي ولد او بنت على حساب خوتهم الاخرين. القانون كيقول لا، ما يمكنش تميز بين الورثه بوصيه مكتوبه الا في واحد الحاله نادره ومحدده جدا، وهي الا وافقوا دوك الورثه الاخرين كاملين من بعد الوفاه ديال السيد، ويكون هذا القبول والموافقه طوعيه وبخاطرهم وهما في كامل الاهليه العقليه ديالهم. يعني الا جا شي اخ وجبد لكم ورقه وقال لكم راه الوالد وصى ليا بهذا المحل التجاري او هذه البقعه بوحدي، راه هذيك الوصيه ما ساويه له والو في ميزان القانون الا ما وافقتوش عليها كاملين ووقعتوا على الموافقه ديالكم عن طيب خاطر. واخا هادشي فهمناه مزيان بالنسبه للورثه بيناتهم، ولكن اشنو كيوقع الا هذا الميت كتب وصيه لشي شخص براني واجنبي كاع العائله؟ مثلا شي صاحبه عزيز عليه او شي جمعيه خيريه بغى يدير معها اجر او شي واحد تكفل به في مرحله المرض ديالو. هنا القانون المغربي حط واحد الحد اللي صارم جدا وما يمكنش لشي واحد يتجاوزه نهائيا، وهذا الحد هو الثلث. اسمعني مزيان، الثلث فقط. الميت عنده الحق في حدود ما سطر عليه الشرع والقانون انه يوصي بالثلث الممتلكات ديالو فقط لشي شخص او جهه من غير الورثه الشرعيين. واي حاجه او املاك فاتت هذا الثلث راه كتعتبر باطله في العين القانون وما كتنفذش نهائيا. يعني داك الشخص البراني اللي جاي يدق عليكم في داركم ويقول لكم الدار ديالي كلها حيت عندي وصيه، راه غلط وما عندوش الحق يطردكم. القانون كيعطيه فقط الثلث الا كانت الوصيه صحيحه وموثقه. اما داكشي اللي بقى اللي هو الثلثين او اكثر الا كانت الوصيه بقل من الثلث، راه كيرجع للورثه بالسيف وبقوه القانون الا بغيتوا نتوما تنازلوا ليه بخاطركم. وهذا الشيء طبعا كيبقى قراركم الشخصي اللي ما يقدرش حد يفرضوا عليكم. وهنا كنوصلوا لواحد النقطه اللي خطيره بزاف وبغيتكم تغدوا ليها البال مزيان وتفتحوا ودنيكم معايا. المشكل الكبير اللي كيوقع في المحاكم ديالنا هو ملي كيخرج لكم شي حد بواحد الورقه عاديه مكتوبه غير بخط اليد اللي كنسميوها في القانون وصيه عرفيه. كيقول لكم هذه راه الخط ديال الوالد وهذه السيناتور ديالو وراه خلى ليا هذا العقار ولا هذه الارض. هاد الوصايا العرفيه اللي ما تثبتاتش عند العذور وما توثقاتش بشكل رسمي في محكمه التوثيق كتكون عامره بالثغرات القانونيه، وراه سهل بزاف تطعنوا فيها وما خصكمش تخافوا منها نهائيا. كيفاش ديروا تطعنوا فيها؟ الا شكيتوا في ديك الورقه او في التوقيت فاش تكتبات، من حقكم كمواطنين تلجؤوا للمحكمه. اولا يمكن لكم تطعنوا بما يسمى الزور، الا بان لكم باللي الخط ماشي ديال الميت او التوقيع مزور ومشكوك فيه، والمحكمه في هذه الحاله كدير الخبره الخطيه ديالها باش تاكد 100% من صحه التوقيع. ثانيا، وهذه النقطه اللي مهمه بزاف وكيغفلوا عليها الناس، يمكن لكم تطعنوا بما يسمى انعدام الاهليه. اشنو هي هذه الاهليه؟ هي الحاله العقليه والصحيه ديال داك السيد ملي كان كيكتب ديك الورقه او كيوقع عليها. يعني الا قدرتوا تثبتوا للمحكمه باللي الميت في ديك الفتره كان كيعاني من مرض الخرف او مرض الالزهايمر، او كان تحت تاثير شي ادويه قويه الاعصاب اللي كتغيب العقل،
أو أنه تم استغلال الضعف ديالو في هذيك المرحلة د المرض باش يزوه يسني على شي حاجة ما فهمهاش، في هذه الحالة المحكمة كطيح ديك الوصية وتعتبرها لاغية وكترجع الحق لمواليه الحقيقيين اللي نتوما ولادو ورثوه. إذا من بعد ما فهمنا هذا الشيء كامل، اشنا هو الحل النهائي والعملي إلى طحتوا لا قدر الله في هذا الموقف وواجهتكم شي وصية في العقار ديال العائلة؟ أول نصيحة كنعطيها لك كخبير كيهمو المصلحة ديالك، ما تخرجش من الدار وما تخويش العقار ديالك للزنقة، وما تنزلش على حقك غير حيت شفتي شي ورقة جابها شي حد. بقى في بلاصتك. وثانيا خصكم تمشيو للقانون وتتبعوا واحد المسطرة اللي معروفة سميتها مسطرة حصر التركة أو إحصاء التركة. هاد المسطرة كدار بشكل قانوني ومضبوط جدا، فين كيتم التقييم والإحصاء ديال كاع الممتلكات اللي خلى الميت. وإلا كانت ديك الوصية صحيحة 100% ومكتوبة بشكل قانوني وموثقة عند العدول، راه المحكمة كتعزل داك الثلث بوحدو وكيتعطى للموصى ليه، سواء كان شخص عادي ولا جهة بحال جمعية. أما الثلثين اللي بقاو فهما ديالكم بقوة القانون وكيتوزعوا على الورثة الشرعيين حسب الفريضة الشرعية اللي كنسميوها احنا المغاربة الإراثة. القانون المغربي راه حكيم جدا، فهو كيضمن حق الإنسان أنه يدير الخير في حدود ثلث ماله، ولكن في نفس الوقت كيضمن أولا وقبل كل شيء حق الأبناء والورثة في الحياة الكريمة، وما كيخليهمش عرضة للتشرد والضياع في المحاكم. ودابا كما وعدتكم في الفيديو اللي فات، وصلنا للفقرة اللي كنجاوب فيها على أسئلتكم المهمة اللي خليتوا ليا في التعليقات بخصوص هذه المشاكل المعقدة ديال القوانين العقارية في المغرب. هذه الأسئلة اللي كطرحوا هي من صميم الواقع، والجواب عليها كينفع بزاف ديال الناس اللي واقعين في نفس المشكل وكيتسناو اللي يوجههم. السؤال الأول عندنا من عند الأخ رشيد. رشيد كيقول: ورثنا منزل حنا 4 ديال الخوت، وواحد من خوتي رافض يبيع هذا المنزل، ورافض في نفس الوقت أنه يشري النصيب ديالنا ويعطينا فلوسنا، وحنا محتاجين فلوسنا وبغينا نصيبنا من الإرث باش نقضيو غرضنا. أشنا هو الحل في هذه الحالة المعقدة؟ أهلا بك أخي رشيد. هذا المشكل اللي هضرتي عليه راه شائع بزاف وكيوقع في يوميات الكثير من العائلات المغربية. في القانون المغربي خصك تعرف واحد القاعدة أساسية ومهمة: تا واحد كيف ما بغى يكون ما يقدر يجبرك تبقى في الحالة ديال الشياع، والشياع كيعني الملكية المشتركة اللي كتجمعكم. الحل القانوني ديالك هنا سهل وواضح، هو تمشيو للمحكمة الابتدائية وترفعوا واحد الدعوة سميتها دعوى القسمة. المحكمة غادي تعين خبير عقاري، وإلا هذا الخبير لقى باللي هاد الدار ما يمكنش تقسم هندسيا، يعني ما نقدروش نردوها شقق مستقلة وكل واحد ياخذ الشقة ديالو، في هذه الحالة المحكمة كتحكم ببيع هذا العقار في المزاد العلني، وهذا الشيء اللي كيتسمى قانونيا البيع القضائي. ومن بعد البيع كل وارث فيكم كياخذ النصيب ديالو من الفلوس حسب الفريضة الشرعية، وهذا الشيء كيتنفذ واخا يعارض داك الأخ ديالكم ويبقى شاد في موقفه. القانون كيعطيك حقك وما كيخليكش رهينة لرفض شخص آخر. السؤال الثاني جانا من عند الأخت خديجة. كتقول خديجة: بغيت نشري بقعة أرضية، ولكن مولاها قال لي باللي هذه ملكية عدلية، يعني عقار غير محفظ وما عندوش تيتر أو رسم عقاري. واش كاين شي خطر في هذا الشيء إلا شريت من عنده؟ أختي خديجة، كنشكرك بزاف على هذا السؤال الذكي والمهم. شوفي، تشري عقار غير محفظ راه ماشي ممنوع في المغرب، ولكن راه كيهز معاه مخاطر كبر بكثير من العقار المحفظ اللي عنده تيتر ومسجل في المحافظة. داكشي علاش قبل ما تحطي أي درهم من فلوسك في هذه الأرض خصك ضروري ديري خطوات أساسية باش تحمي راسك وفلوسك. أولا، تأكدي من استمرار الملكية ديال داك السيد لهذه الأرض، يعني واش مازال هو المالك الحقيقي وما باعهاش لشي حد آخر. ثانيا، قلبي وبحثي مزيان واش ما كاينينش شي ورثة آخرين عندهم الحق في هذيك الأرض، باش ما يخرجش لك شي واحد غدا ولا بعدو يطالبك بحقه ويقول لك راه باع ليك غير خويا وما عطانيش حقي والبيع باطل. والأهم من هذا الشيء كامل، عملية البيع والشراء خصها تدار بعقد رسمي عند العدول أو الموفق، وإياك ثم إياك تكتفي بعقد عرفي مكتوب ومسني في المقاطعة. ومباشرة من بعد ما تشري وتكتبي عند العدول، سيري زربي وحطي مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية باش تحصني الملكية ديالك وترديها عقار محفظ محمي بقوة القانون ومضبوط 100%. السؤال الثالث والأخير في هذه الحلقة هو من عند الأخ ياسين. كيقول: واش نقدر نبيع حقي في واحد الإرث لشي شخص أجنبي، يعني شي واحد ماشي من العائلة، قبل ما نقسموا التركة ونديروا القسمة بيناتنا؟ الجواب هو نعم أخي ياسين. من الناحية القانونية الصرفة كيحق لك تبيع داك الحق المشاع ديالك، يعني النصيب ديالك في ديك التركة، لأي شخص بغيتيه في السوق. ولكن هنا كاين واحد الانتباه كبير وخطير خصك ترد ليه البال مزيان
وتخبر به المشتري. القانون المغربي باش يحمي العائلة ما يدخلش عليها شي حد براني يشاركهم في ملكهم ويخلق لهم المشاكل، عطى لباقي الورثة اللي هما خوتك في هذه الحالة واحد الحق قوي جدا كيتسمى حق الشفعة. اشنو كيعني هذا حق الشفعة عمليا؟ كيعني انه الا بعتي النصيب ديالك لشي شخص غريب على العائلة، راه من حق خوتك يمشيو للمحكمة ويرجعوا ذاك النصيب ليهم، بشرط انهم يخلصوا لهذاك المشتري الاجنبي نفس الثمن اللي عطاك فاش شرا من عندك، ويزيدوه المصاريف ديال العقد والتسجيل اللي خسر. وهذا الشيء طبعا خصو يتدار داخل الاجال القانونيه اللي محددها القانون لممارسه حق الشفعه. يعني يمكن لك تبيع، ولكن خوتك راهم عندهم الاسبقيه الا بغاو يرجعوا ذاك الحق ليهم ويحافظوا على عقار العائله ويسدوا الباب على البراني. وصلنا لنهايه هذا الفيديو الطويل والمفصل. كنتمنى من كل قلبي نكون وضحت لكم الصوره مزيان بخصوص موضوع الوصايا ومشاكل العقار والميراث اللي كتخلق للاسف بزاف ديال الصراعات والمشاكل في العائلات ديالنا وكتوصل لقطيعه. الفكره الاساسيه والحل الموعود اللي بغيتكم تعقلوا عليه اليوم وتخرجوا به من هذه الحلقه هو القانون راه كاين باش يحميكم ويحمي حقوقكم. الوصيه عندها حدود شرعيه وقانونيه، والثلث هو السقف الاقصى اللي ما يمكنش نتجاوزوه لغير الورثه. والورقه العرفيه يمكن الطعن فيها بكل سهوله الا كانت مشكوك لها وما كتمثلش الاراده الحقيقيه ديال الميت. كنصيحة عملية من أخ لكم كيعتبركم بحال عائلتي، دائما استشروا مع المحامين والخبراء القانونيين قبل ما تاخذوا أي قرار أو توقعوا على أي ورقة، وما تسلموش حقوقكم لسهولة للضياع. راه العقار في هذا الزمان صعيب تعوضوه. أنا دائما واقف معكم وفي صف المواطن البسيط، وكنحاول نبسط لكم هذه الأمور باش حتى واحد ما يضحك عليكم أو يستغل جهلكم بالقانون، حيث المعرفة القانونية هي الدرع ديالكم. إلا بقى عندكم أي سؤال قانوني آخر أو شي استفسار ما واضحش مزيان، ما ترددوش، خليوه ليا في التعليقات لتحت وغادي نجاوب عليه في الحلقات الماجية إن شاء الله بكل فرح وسرور. وما تنساوش كدعوة عفوية من القلب، بارطاجيو هذا الفيديو مع عائلتكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث المعلومة القانونية تقدر تعتق شي عائلة من التشرد وتفك لهم مشكل كبير كيعانيوا منه في الصمت. كنشكركم على حسن المتابعة والوفاء ديالكم للقناة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.